ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه اسمي سوسنة، لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل قورمه بطريقه تانية غير اللي انا عملتها اول مره. تعالوا نشوف الحلويات ازاي اتعملت دي كده. شايفين الجريفي والفراخ بجد رهيبه وسهله، اسهل من اللي نزلتها لكم على القناه بتاعتي. تعال يلا بدل ما اقول عن الحلويات الحلوه دي اتعملت ازاي، تعال ندخل في الفيديو ونشوف نحن عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. يلا بينا نبدا الفيديو. ادي كده يا ست الكل معايا حله حطيت فيها زيت حلوين كده، وقطعت بصل جوليان. انا عايزه احمر البصل زي يكون نحمره زي ان احنا عايزينه للكشري. نحط البصل كده وهنطلعه بعد ما نحمره، نرش شويه ملح شويه كده عشان يتبل معانا. ادي كده يا ست الكل بعد ما البصل اتحمر في طبق يكون فيه ورق جرايد او ورق تيشو مناديل، وهنستعمل نفس الزيت دي طلعنا منه للاكله بتاعتنا اللي احنا هنعملها. ادي كده يا ست الكل معاي غسلت الفراخ، هنستعمل نفس الزيت وحمرت فيه البصل. ننزل بالفراخ او لحمه كيلو، وعايزين نحمر الفراخ كده لغايه لما اللون يتغير معانا. عادي كده يا ست الكل معانا زي ما شايفه الفراخ اخدت معانا التحميره الحلوه دي. انا جايبه شان قورمه جاهزه تمام. هحط كل الباكت اللي هو 50 جرام، هحط كله كده على الفراخ بتاعتنا ونقلبه حلو. القورمه مسالة دي يا جماعه بتكون اصلا فيها ملح، فخلي بالكم من الملح. كده انا ما حطيتش على البصل كتير ملح، بس حاجه بسيطه. وعايزه كوبايه من الزبادي يعني، بس الفراخ ياخد معانا كده مع البهارات شويه. بعد كده نضيف الزبادي وشويه ميه، حاجه بسيطه، ونوطي النار لغايه من 20 ل 30 دقيقه لغايه لما يستوي معانا. عادي كده يا ست الكل بعد ما الفراخ بتاعتنا خدت من البهارات الحلوه دي، نحط كوبايه من الزبادي او اليوجرت ونقلبه كويس. نوطي النار اللي على متوسط، نار هاديه. هزود ميه حاجه بسيطه هنا. عادي كده نزود ميه هنا كده. هنا بعد ما زودت الميه نقلبه ونجيب الغطا نغطي عليه، واشوفكم بعد 30 دقيقه 20 دقيقه. ادي كده يا ست الكل بعد مرور 30 دقيقة انا قطعت جنزبيل بالطريقة دي، نحطه وتاني نغطي عليه برضو على نار هادية لغاية لما كده ياخدوا يدي مع بعض. نشوف بعد كده هنعملها. نذكر يا ست الكل البصل اللي حمرناه مع بعض زي ما شايفين. هجيب الكبة بتاعتي عشان اخليه ناعم يبقى بودرة. يلا بعد ما حطيناه في الكبة نضرب مع بعض كده. شايفه يا ست الكل عايزينه كده ونحطه على جنب ونشوف بعد كده هنعمل ايه. نشوف كده يا ست الكل انا زدت شويه ميه بعد ما حطيت الجنزبيل. شايفين كده هو طاب خلاص الفراخ بتاعنا. هنحط البصل ندي تقليبه ونخليه يغلي كده شويه مع البصل دي محمر يعني 5 دقايق كده، ويكون خلاص كده الاكل بتاعنا جاهز. فنغطي عليه كده الغدا بتاعنا ايه جاهز معنا. وادي كده يا ست الكل قورمة بتاعتنا جاهزة. طريقة سهلة وحلوة ما خدتش وقت معانا غير ان بس الفراخ يستوي، او لو هتعمليها ممكن برضو تتعمل بلحمة. شان بهارات جاهزة اصلا بتتباع عند الهنود او الباكستانيين للناس اللي عايشين في انجلترا او ايرلندا والبلاد التانية الاوروبية، فهتلاقوها جاهزة. بدل ما نقعد نعمل الخطوات اللي انا عملتها كلها، انا نزلتها لكم قبل كده للناس اللي ما عندهاش مثلا البهارات بتاعت شان دي، فعشان كده انا عملتها لكم. فعملتها لكم المره دي بشان كده زي ما شافت. تتاكل جنبها رز، تتاكل جنبها عيش او نان اللي تحبيه. فده كان الغدا بتاعنا. اتمنى لو الفيديو عجبك ان انتي تجرب الوصفه وتقولي لي في كومنتس حلو هل انت جربتي اي وصفه من الوصفات اللي انا بعملها ولا لا، لغايه لما تيجي في فيديو جديد ان شاء الله.